شوف انت شفت لي كام فيديو، لكن انا بقول لك ان الفيديو ده اهم فيديو انا بعمله، لان ده فيه تحذير من كارثة كبيرة وتحريف لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. تطبيقات الذكاء الاصطناعي اياك تبحث فيها عن القرآن، بتحرف القرآن تحريف صريح. وانا هوريك دلوقتي ازاي انا بحثت عن سورة تبارك اللي هي سورة الملك، وكان الإجابة بتاعة تطبيق الذكاء الاصطناعي فيها تحريف للصورة. تعالوا نشوف مع بعض. أريد سورة الملك، أمسى هيطلع لي إيه؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الآيات صح تمام لحد هنا. بص هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه إليه تحشرون. مفيش الكلام ده، وإليه النشور مش إليه تحشرون. أم أنتم آمنون من في السماء، مفيش الكلام ده. في آية 22 مثلا فمن يجيركم من الله إن شاء بسواء. 23 بل داروا في الله حق جهادي إن الله على كل شيء قدير. بص 24 وإذا رجع لم يعنه. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده تحريف للقرآن. ابتداها الأول إن هي قال إليه تحشرون وهي وإليه النشور. بيقول أم أنتم آمنون، هي في القرآن أأمنتم. آخر 3 أو 4 آيات في السورة اختراع وتأليف من الذكاء الاصطناعي. فدي برامج مش للبحث عن القرآن، مش للتدقيق في المعلومات. أرجوك لما تيجي تقرأ القرآن تقرأه من المصحف المطبوع اللي عندك أو من التطبيقات الموثقة المعتمدة من المؤسسات العلمية والمراجع العلمية. ما تجيبش وتبحث عن القرآن وتقرأ القرآن من مصدر انت مش عارفه. ده في خطر كبير جدا على شبابنا، الشباب الصغير اللي بيتعامل مع الذكاء الاصطناعي. ده تحريف للقرآن. هو مش هيقدر لو هو مش حافظ القرآن يفرق بين القرآن السليم والقرآن المحرف أو الأشياء المحرفة في كتاب الله. الفيديو ده أمانة عندك، وصله وحذر منه كل مسلم في بقاع الأرض عشان ما يتعاملوش مع الذكاء الاصطناعي في البحث وفي قراءة وفي سماع كتاب الله عز وجل. ابعت الفيديو ده لكل مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.